مشاهدين برنامجنا، طالعين النهارده نتكلم عن الترند الكبير اللي عمله أنس لنفسه، اللي بيجري وراه. برافو عليك يا أنس، عملت ترند رهيب جدا، لكن أثر فينا كمصريين. يا أنس يا مصري، يا اللي أنا أسفة جدا إني بقول عليك إنك مصري، لكن للأسف مكتوب في بطاقتك وباسبورك مصري. تقفل السفارة المصرية بقفل وتقول يجي رئيس الدولة يفتحها ليهم، زي ما هو كده قافل معبر رفح على الفلسطينيين ومش عايز يفتح لهم معبر رفح عشان يخشوا مصر. أصلها سبيل يا أنس، يدخلوها زي ما هم عايزين. هو ده مش رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي اللي انت اتكلمت عنه وقلت للأسف قلت كلمة وحشة أنا مش هقولها، لأن الراجل بجد ما يستاهلش غير إن احنا نقول العظيم، القائد اللي بيجيب حقنا بره وجوه، اللي رفع من شأن مصر وخلاها أول البلاد العربية قدام العالم كله، اللي النهاردة بيتعمل لها مليون حساب مش 1000 حساب. مش هو ده رئيس دولتنا اللي فتح معبر رفح فعلا، وأول رئيس عربي وقف جنب الفلسطينيين دخل لهم كل المساعدات عن طريق مصر، عن طريق معبرنا، وفتح برضو معبر رفح ليهم وخدهم عندنا في سينا الجرحى الفلسطينيين وعالجهم ورجعهم تاني بلدهم. احنا مش محتاجين نتكلم عن رئيس دولتنا، مش محتاجين نتكلم عن مصر، لأن انتوا يا اللي ورا أنس اللي خلاكوا عملتوا كده، معنى كده ان احنا واجعينكوا قوي، وده شيء كبير جدا، ده يرضي غرورنا كمصريين بصراحة، ده كده يعرفنا ان احنا تعبينكوا قوي. شكرا يا أنس على ان انت بدل ما تعمل ترند لنفسك عملت ترند لرئيس دولتنا وترند لمصر أم الدنيا اللي ثابته نفسها برضو من غير ترند، واللي احنا واثقين وعارفين ان اللي زيك ما يستاهلش يتقال عليه مصري. نداء لكل ام وكل اب، خلي بالكم من ولادكم، عرفوهم ان مهما يجي لهم من اغراءات وحاجات كده هنعمل لكم لولادكم، لازم يقفوا يقولوا احنا مصريين ما بنبيعش بلدنا، احنا مصريين ما بنخونش مصر ولا رئيس دولتنا اللي شالنا على كتافه. مصر أم الدنيا وهتفضل كل الدنيا.